ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا. اهم حاجة بس قبل ما نبدأ نقول الطاقة، يا ريت اول ما تدخلوا الاوديو تعملوا لايك على طول، علشان بقى لنا فترة ما نزلناش وعايزين الاوديو يوصل للناس اسرع. اوكي، النهاردة معانا طاقة جديدة ومعانا استرسال جديد. والطاقة اللي وصلت لي النهاردة آم، فيها احساس قوي جدا جدا بالاشتياق عندكم انتوا الاتنين. حاسه ان في شخص هنا انتوا الاتنين بتفكروا في بعض حاليا بشكل كبير جدا، وفي فترة الانفصال برضو اللي حصل بينكم انتوا كنتوا بتفكروا في بعض بشكل قوي قوي. في حنين واضح، في اشتياق، مش بس للشخص نفسه ولكن اشتياق لكل وقت انتوا قضيتوه مع بعض. انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حاجات، يعني فيها تفاصيل، فيها مواقف، فيها كلام كتير. كل ده انتوا بتفتكروه، حاسين ان انتوا بحنين للحاجات دي تاني او الذكريات دي تاني. النهاردة الحقيقة انا معايا طاقتين مختلفين شوية. يعني في طاقة لناس هنا انتوا لسه يعني بتبدأوا العلاقة دي، وفي طاقة تانية لناس هم بالفعل مع بعض في علاقة بقالها فترة كبيرة. اوكي، فخليني أبدأ معاكم بالناس اللي بالفعل في العلاقة. أنا شايفة انكم بقالكم فترة انتوا كنتوا مبتعدين، وانتوا حسيتوا ان البعد المرة دي طول شوية عن الطبيعي، عن اللي بيحصل بينكم كل مرة. لكن في منكم، يعني لبعض منكم يعني التواصل رجع تاني بينك وبين الشخص ده، وفي ناس لسه يعني التواصل ما حصلش، ولكن الشخص ده يعني على تكة كده زي ما بيقولوا ان هو يتواصل معاك. الشخص ده ممكن يبعت لك رسالة، يعني يبعت لك حاجة كده بسيطة، او لو هو مختفي تماما هتلاقيه بيبدأ يظهر تاني بشكل غير مباشر. يعني مثلا لو انت بتنزل ستوري او حاجة وهو ما كانش بيشوف ده، هيبتدي ان هو يشوف الستوري بتاعتك، كأنه كده بيشاور لك من بعيد ان هو ظهر تاني او انا بقيت موجود. اوكي، يعني بيجس نبضك كده شوية. الشخص ده انت الحقيقة ما كنتش فاهم هو ليه كل شوية بيبعد، لان انا شايفة ان انتوا في سيركل كده، بعد وقرب بعد وقرب. بس انت ما كنتش يعني حاطط ايدك على سبب واضح لبعد الشخص ده. انت قعدت تفكر كتير واحترت كتير وسمعت الناس كتير، بس برضو مش عارف ايه السبب الحقيقي. اللي وصل لي من الطاقة دي لبعض منكم ان العلاقة بينكم مش رسمية، مش يعني مفيش ناس تعرف عنها او مفيش اهل يعرفوا عنها، او لو حد يعرف عنها فناس قريبين منكم قوي، يعني اصدقاء قريبين قوي. اوكي، غير كده مفيش، يعني مش معلنة العلاقة دي. وشايفة انه لما بيحصل تواصل بينكم، سواء بقى كانت مقابلة او حتى تواصل رسائل شات من بعيد، فانا شايفة ان التواصل ده كان بيروح بينكم لمكان يعني بلس 18 شوية. اوكي، يعني انا مش هقدر افسر اكتر من كده. وشايفة ان كل مرة، يعني بصوا انتوا الاتنين في العلاقة دي في انجذاب قوي جدا جدا بينكم. اوكي، فكان التواصل بينكم دايما بيروح للمنطقة دي، وكل مرة بيحصل التقارب ده كان بيحصل بعده على طول بعد او فتور من يعني منكم انتوا الاتنين، من الشخص ده ومنك. بيحصل فتور في العلاقة، بيحصل نفور بينكم انتوا الاتنين، لان اللي بيحصل ده طبعا مش صح، بيسيب بصمة مش كويسة، لان العلاقة مش في الاطار الشرعي. سوري بقى على الدوشة اللي حصلت دي. خلينا نكمل. البعد اللي كان بيحصل بينكم ده وانت ما كنتش فاهم ليه، بسبب زي ما قلنا الفتور اللي بيحصل من بعد العلاقة دي. بيحصل فتور وبيحصل نفور برضو عندكم انتوا الاتنين، خلي بالكم. يعني انت بتبقى مش راضي عن نفسك خالص، عن اللي انت بتعمله، وحاسس ان انت مش واخد موقف واضح ومش واخد موقف صريح. يعني انت من جواك مش راضي، بس في نفس الوقت بتعمل عكس كده. فانت كنت بتبقى تعبان يعني من التفكير، وتعبان جسديا، وتعبان من كل حاجة.
والشخص ده بيبقى في نفس الطاقة بالظبط، هو عارف وحاسس بالذنب وحاسس ان هو واخدك في حتة مش لايقة عليك، وعارف ان انت مش الشخصية دي. فهو ده السبب اللي كان بيخلي البعد بينكم يطول اكتر. اوكي. دايما كان في بالكم كده سؤال، انه العلاقة دي رايحة لفين، او احنا هنفضل كده لحد امتى؟ شايفة ان دي الدايرة اللي العلاقة ماشية فيها طول الفترة دي. لكن بقى الفترة الأخيرة من البعد دي كانت مختلفة شوية، لأن انت المرة دي أنا شايفة ان انت جواك كده نية ان انت، يعني انت بعد ما قعدت مع نفسك فترة كده وهديت وفكرت ورجعت العلاقة دي كده من أولها لآخرها، حسيت ان انت عايز تواجه الشخص ده ويبقى في محادثة كده بينكم، بس محادثة تكون واضحة. وشايفة ان المواجهة دي مش جاية من مكان عصبية ومش جاية من مكان غضب، بالعكس انت عايز وضوح. وضوح بقى بعديه هتقرر يا تفضل موجود ومكمل في العلاقة، يا تنفصل بقى نهائي وتشوف حياتك. انا شايفة ان دي كانت طاقتكم، وبالفعل في لبعض منكم حصلت المواجهة دي، وانت سألت الشخص ده بشكل مباشر هل في خطوة فعلا جدية ولا هنفضل في نفس المكان. وشايفة كمان ان في المحادثة دي انت يمكن قلت كلمة او لمحت انك خلاص، يعني لو مش هتوصلوا لمكان يرضيكوا انتوا الاتنين، فانت عايز تبدأ حياة جديدة لنفسك، عايز تستقر فعلا، عايز تبقى مع شخص يبادلك الحب والمشاعر اللي جواك، يعني بنفس المشاعر اللي جواك هو يكون برضو على نفس المستوى من المشاعر يعني. فالشخص ده دلوقتي شايفك ان انت عايز ترتبط بشخص تاني يحقق لك الاستقرار اللي انت محتاجه، ولكن لأول مرة الشخص ده ما يبقاش يعني بيقلب الترابيزة عليك، بالعكس انا شايفة ان هو شايفك ان انت عندك حق وان ده من حقك، وهو كمان دلوقتي جواه كلام عايز يقوله لك، عايز يتكلم معاك بصراحة. على فكرة يا جماعة انتوا في حاجة معطله الشخص ده انه ياخد معاك الخطوه الرسميه اللي انت محتاجها دي. يعني في عائق في حياته بس انت ما تعرفش عنه حاجه على فكره. يعني لو انت كنت بتساله عن ايه السبب، هو كان بيديلك اسباب واهيه كده او حاجات مش حقيقيه، اسباب مش حقيقيه. هو ما كانش بينفتح معاك خالص عن الاسباب الحقيقيه. بس انا شايفه ان المره دي مختلفه، في محادثه مهمه جدا وضروري ان هي هتحصل بينك وبين الشخص ده. الشخص ده هيكون واضح معاك فيها جدا على عكس اي مرة عدت قبل كده. مش شايفة ان هو هيهرب منك، مش هيتهرب من الاجابة، رغم ان دي مش اول مرة تسأله العلاقة دي رايحة فين، ولكن المرة دي انا شايفة ان هو ضعيف من ناحيتك شوية، يعني حاسس بالذنب شوية، حاسس ان هو خد من وقتك كتير قوي وخد من وقته هو برضو كتير قوي. انا شايفة ان في حاجة، يعني العائق ده خارج إرادة الشخص ده وخارج إرادتك انت كمان. يعني لو هو كان بيبين لك ان العلاقة دي مش مهمة، او هو اللي بيأجل، هو اللي بيماطل، ده اللي كان بيبينه لك، لكن الحقيقة ان في حاجة غصب عن الشخص ده انت ما تعرفهاش. في المحادثة دي او الكلام اللي هيحصل بينك وبينه، الشخص ده مش هيكون عنده الحيل الدفاعية اللي كل مرة بتبقى موجودة. فعايزة اقولك ان انت تستغل الفرصة دي وتسأل الشخص ده عن كل حاجة انت عايز تفهمها، عن اي حاجة عليها علامة استفهام، اسألها وهتعرفها من الشخص ده، لانه هيقولك الحقيقة، يعني مش هيكون عنده الصد بتاع كل مرة. اوكي. استغل المحادثة اللي هتحصل بينكم دي كانت بقى طاقة الشخص الناس اللي انتوا في علاقة مع بعض فعلا. ونيجي بقى للطاقة المفرحة جدا جدا اللي معانا النهاردة. الطاقة دي تخص ناس هم اصلا مش في حياتهم شخص معين هم عايزينه. الناس دي عايزة شخص جديد وبتدعي بالاستقرار والزواج من شخص بقى مريح ليها، او عايزين شخص يريحهم. يعني مفيش شخص كده معين في دماغهم هم عايزينه، لا هم يعني مستنيين بقى الشخص ده من عند ربنا. وعايزه اقول لكم ان حقيقي انا شايفه ان في عرض زواج جاي لكم من شخص انت مش متوقعه خالص خالص، شخص ممكن يكون بيراقبك من بعيد بقاله فتره انت اصلا ما كنتش واخد بالك منه.
عايزة اقول لكم ان الجميل في الطاقة دي ان وانا بستشعر الطاقة دي انا ما كنتش متأكدة ان في شخص فعلا بيراقبكم. طب يعني هل في شخص متابعكم فعلا؟ ما كانش عندي تأكيد. بس الحلو ان انا سألت سؤال وجات لي الإجابة في نفس اللحظة من متابعة الحقيقة هنا، يعني متابعة معانا في القناة هنا. لقيتها بعتلي رسالة، والرسالة دي هي كانت الرد الحقيقة. حكت لي عن اللي حصل معاها، وانه فعلا جالها عرض الزواج ده وتقدم لها شخص، والشخص ده كان متابعها من زمان ومستني الوقت المناسب. والاجمل بقى ان هي اصلا، يعني انا مش عايزة اقول تفاصيل قوي، بس كانت مرت بتجربة مش احسن حاجة خالص، وهو برضو كان عارف ده وكان يعني شايف ده من زمان. والحقيقة ان جالهم الوقت المناسب دلوقتي بعد ما حصل انفصال. اتقدم لها وهو مش عايز منها اي حاجة، مش طالب منها اي حاجة غير ان هي تكون معاه بس. شايف ان هي فرصة ومش مستعد ان هو يضيعها تاني من ايده. فالحقيقة يعني دي طاقة مفرحاني جدا جدا، ودي طاقة يعني دي طاقة لناس كتير منكم. فيا ريت كلنا ندعي لها ان ربنا يتمم لها خطواتها اللي جايه على خير. ولو هي موجوده وحابه تشارك معانا في الكومنتات ده شيء برضو يفرحنا جدا. و عايزه اقول لكم يعني ان العاقبه عندكم يعني ان شاء الله جميعا. وعايزه اقول حاجه كمان، ان الكلام اللي احنا بنقوله هنا مش مجرد كلام بيتقاله خلاص، مش مجرد بقى طاقه يلا نقول طاقه ويلا نعمل اودي وخلاص، لا. اللي احنا بنقوله دي طاقة حقيقية، والله طاقة حقيقية. بس كل حاجة في حياتنا بتيجي في توقيتها الإلهي اللي ربنا محدده. المطلوب منك ان انت تسلم امرك لربنا سبحانه وتعالى، وتثق تمام الثقة ان كل حاجة هتجيلك في وقتها المناسب، من غير استعجال ومن غير قلق. القلق والخوف بيعمل عائق للطاقة دي انها تدخل حياتك. اوكي، دي كانت الطاقة النهاردة، ومبروك لسمسم وعقبالكم جميعا. وخلونا بقى ناخد نفس عميق ونقعد في مكان هادي ونسمع الشخص ده عايز يقولك ايه النهارده. بصراحة اخر فترة بعدنا فيها عن بعض انتي ما غبتيش لحظة واحدة عن بالي. انا من طبعي ان انا بحاول اكمل حياتي عادي وما يبانش عليا حاجة، بس الحقيقة ان تفكيري فيكي المرة دي كان مختلف شوية. هو انتي وحشاني جدا وما زلتي، بس مش نفس الاشتياق اللي احنا متعودين عليه. بس انا عارف انك متعودة مني على نوع كلام معين، او كلامي دايما بيروح للجزء الحميمي بينا، وان ده كان جزء كبير من طريقتي في التعبير. ويمكن انا نفسي كنت فاكر ان ده كل اللي رابطني بيكي، بس المرة دي غير. المرة دي انا قعدت مع نفسي وفهمت ان احنا اكبر من كده بكتير، وفي حاجات بينا اعمق من مجرد لحظات او كلام بيتقال وقت القرب بس. في راحة وفي ألفة كبيرة بينا، في احساس جوايا انك مألوفة ليا بشكل مش سهل يتكرر تاني. ويمكن عشان كده كنت بختفي كتير وكنت ببعد كتير. كنت كل مرة بديلك اي اسباب، كنت بأجل واتهرب واقولك كلام مش حقيقي او مش كامل. بس الحقيقة ان في حاجات في حياتي انا شايل مسؤوليتها لوحدي. في ناس معتمدة عليا، في ناس ما اقدرش اسيبهم او اقصر معاهم.
انا خايف معرفش اوازن، يعني يمكن خايف اكتر من اللزوم. خايف اجي على حد على حساب حد تاني. انا مش عايزه ادخلك في حاجه وانا مش ضامن ان انا هقدر اكملها صح. انت يمكن ما تعرفيش الجزء ده عني، ويمكن دايما بتترجمي اني بعدي عنك ما بحبكيش، ويمكن دي غلطه مني ان انا حاولت اقنعك بده عشان مش عايزه اقولك السبب الحقيقي. بس صدقيني انا بحاول دلوقتي، بحاول اواجه خوفي، بحاول الاقي حل يخليني ما ضيعكيش من ايدي. انا اول مره احس ان فكره ان اخسرك بجد بقت تقلقني اكتر من اي حاجه تانية. دي كانت الرساله اللي الشخص ده حابب يوصلها لك النهارده. واضح من الرساله ان الشخص ده كان بيتجنب دايما ان هو يقولك السبب الحقيقي، والسبب الحقيقي انا حسيته كمان بعد ما قلت الرساله دي. غير ان في ناس معتمده عليه، في ناس مش قادر يسيبها. على فكرة الشخص ده برضو مادياته مش احسن حاجة خالص، ودي حاجة هو مش مبينها لك ومش هيبينها لك. يمكن يكلمك في حاجات تانية بوضوح، لكن المادة دي مش للبعض منكم هيقول بصراحة. في لبعض منكم هيقولك وهيكون صريح، بس للبعض التاني لا، مش هيجيب سيرتها اصلا، يعني هيتجنب الكلام فيها، بس هيقولك على الجوانب التانية او العوائق التانية، لان في ناس هنا في اكتر من عائق الحقيقة. الشخص ده حاول يقنعك كتير ان هو يمكن انا ما عنديش المشاعر الكافية زيك، مشاعري مش زي مشاعرك، يعني ده كان كلامه معاك علشان يحاول يقنعك ان المشكلة في الحب، او انه فكرة الارتباط مثلا مش في دماغه حاليا، ولكن الحقيقة غير كده. الحقيقة ان الشخص ده بيحبك، الارتباط في دماغه جدا كمان، وإلا يعني ما كانش يبقى شغوف عليك بالشكل ده. بس الحقيقة ان في حاجة رابطة الشخص ده. على فكرة يا جماعة، انتوا داخلين على فترة وضوح قوية جدا جدا الفترة اللي جاية في كل جوانب حياتكم، على فكرة مش بس الجانب العاطفي، لا، في يمكن في العيلة، يمكن في الشغل، يمكن في مادياتكم. انتوا داخلين على فترة فيها وضوح من بعد فترة قعدت معاكم سنين كان في ضبابية بصراحة. فالفترة اللي جاية حلوة قوي، استغلوها كويس، واي حاجة انتوا عايزين تعرفوها واي خطوات هتاخدوها، بليز بليز يعني فكروا قبل ما تاخدوا اي خطوة. يعني مش اي حاجة تيجي في دماغكم على طول تقوموا تعملوها، لا، فكروا كويس قوي. اوكي، دي كانت طاقتكم النهاردة، ودي كانت رسالتكم، واتمنى لكم الخير والتوفيق والحب في كل جوانب حياتكم، ونتقابل على خير في اوديو جديد.